شرطة الحدود ما بين الجزائر وتونس اللي كانوا في الحدود كيفاش خلاو الناس يمروا بدون تأشيرة. وكتقول لي باللي دخول تونس بدون تأشيرة، نعم، ولكن على بالك بلي رايحين لمصر. إذا ما تقوليش باللي ما كانش تنسيق، يعني على بالكم، اللهم إلا إذا كانت متعمدة. جماعة الفوق الرئاسة قال لك يخليهم يروحوا، رانا متفاهمين مع أردوغان، متفاهمين مع الدبي يخليهم يفوتوا، كي يوصلوا عند حفتر نحرجوه، نحطوا نشوهوا صورة حفتر أمام العالم والسيسي، هم اليهود اللي معلي، يعني على بالك مقصر. كل واحد يضرب رب التليفون ذاك يقلبوا، يعني تحوسوا توروا لنا باللي حفتر راه مع إسرائيل والسيسي مع هي على بالنا بها من قبل، هي وراها المشكل على بالنا بها، على بالنا باللي حفتر لا يريد الصدام مع إسرائيل، والسيسي تربطه علاقات واتفاقيات سلام واستسلام مع إسرائيل، ولا يريد الدخول في مشكل مع إسرائيل. هذه حاجة باينة. يعني إذا كان حبيتوا تبينوا الرأي العام العربي والإسلامي والنخوة العربية والعالم باللي أخويا احنا خليناكم تروحوا، وتونس ها ناس ملاح، قيس سعيد ثاني إنسان وطني ويحب غزة ويحب فلسطين وخلاكم تفوتوا، ودبيبة ثاني تاع الإخوان وكذا وأردوغان وكذا وخلاكم تفوتوا. بصح كي وصلتوا اليهود ما خلاكمش تفوتوا. شكون هما اليهود؟ حفتر مع اليهود إسرائيل والسيسي مع اليهود، لأنه هذا هو المقصود. إذا نعاود نقدم نداء إنساني، الجماعة اللي راهم في السرت ما تكبروش راسكم، عاودوا ديروا ديميتور ورجعوا، ما تزيدوش بهدل على بهدلكم، لأنكم تطلعوا الزبل. الحفتر يبعث لكم صدام يقول روحوا محي ربهم كاع، ابعث قسام الملو هذا يقول لكم روحوا ترنكوا علينا ما حبيش تروحوا، جيب قسام ودخلهم للباطل. حفتر ماهوش السيسي، السيسي ركبكم في طياره ورجعكم، حفتر قسما بالله يديركم فيونداش. نصيحه لوجه الله ما تكبروش راسكم، ما خلاكمش تدخلوا، خلاص راكم سجلتوا نقطه وحققتوا الهدف، وهو النيه ربي على باله، والقصد نتاعكم انكم تروحوا وما خلاوكمش. وين ما خلاوكمش يا سيدي اليهود، سموهم يهود، حفتر والسيسي هذو مناسبين اليهود وبن عام اليهود ما خلاوكمش تروحوا.